وحياة سيدك النبي لا تسمع النكته الجميله دي. ما هي دي نكته ما ينفعش تقال عليها غير نكته. بيقول لك رئيس لجنه الحكام الجديد بيدور على طاقم تحكيم كويس عشان يحكم مباراه القمه اللي جايه دي، اللي هي بتاعت بعد بكره. فبيقول لهم هاتوا في حكم انا اتفرجت عليه، الحكام كلهم هاتوا في واحد اسمه محمد عادل كويس جميل هاتوه. قالوا له ده موقوف. طب ليه يا عم موقوف ليه؟ قال لك اصل كان بيحكم ماتش للزمالك وعمل كارثه وتوقف. خلاص البنا حلو انا اتفرجت على البنا هاتوه. قالوا له برضه ما هو البنا ده موقوف ليه؟ قال لك كان بيحكم ماتش للزمالك عشيه الماتش بتاع محمد عادل وتوقف. طب هاتوا عاشور. قالوا له برضه ما عاشور موقوف عمل كارثه برضه في مباراه للزمالك وتوقف. طب خلاص هاتوا عبد العزيز السيد. قالوا له ده بقى حضرتك وقفته عشيه اول ما جيت عشان الكوارث اللي عملها في ماتش مودرن سبورت. والله زي ما بقول لك على فكره انا ما بهزرش، ده اللي حصل. ويقول لك ايه بقى؟ ده كل دول 4 جماعة في موسم واحد، 4 حكام اتوقفوا في موسم واحد، ويقول لك أعطوا الزمالك العدالة التحكيمية وكله ينافس على المركز الثاني. طب نجيب لك حكام، نستورد لك حكام من الصين ولا نعمل معاك إيه بالظبط؟ يعني نعمل معاك إيه؟ مش لاقيين حكام تحكم لك، وقفتهم كلهم، نجيب لك حكام من الصين ولا نعمل معاك إيه؟ يلا لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعة أخوك الأهلاوي، ابعتها له.